كريدت بوكس. لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وأنا هقولك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. كريدت بوكس تطبيق للقروض الشخصية من الموبايل. طبعا أغلب الناس أول ما بتشوف قرض من الموبايل والفايدة ما تتعداش 2% ولا 3%، بتجري على طول وتحمل التطبيق وتعمل تسجيل حساب على التطبيق وتطلب قرض من التطبيق. طبعا لما بتيجي تعمل تسجيل حساب بيطلب منك صورة البطاقة وصورة سيلفي، وبكده بيبقى داخل على الكاميرا وبيبقى داخل على الملفات. بعد كده بتطلب القرض اللي انت عايزه. طبعا انت فاكر انه هتاخده على 6 شهور او سنة، هو بيديك القرض على اسبوع. 500 جنيه تسدهم 850 جنيه في خلال اسبوع. وطبعا هو مبيديكش ال500 جنيه غير لما يكون خد منك داتا، صورة ابوك امك اخواتك زوجتك بناتك وهكذا، او خد منك انت صورك انت الشخصية كبنت وانت مع اصحابك مع اخواتك بتقيسي لبس اي حاجة. وبعد كده بيديك ال500 عشان عارف انه وضامن انه هياخدهم منك 850 جنيه غصب عنك. المشكلة بقى ان انت بعد ما سددت 850 جنيه بيقولك مفيش حاجة اتسددت، ادفعي تاني. والمشكلة الأكبر إن هو بيكلمك من رقم غريب، رقم أردني بقى، رقم عراقي، رقم سوري، رقم لبناني، المهم إن بيكلمك من رقم خارج مصر عشان متقدريش توصليله أو تقدري ترجعي عليه أو تشتكي. التطبيقات دي كلها يا جماعة اقروا تعليقات الناس اللي سبقوكم عشان ما تقعوش في اللي هم وقعوا فيه. قبل ما تجري على التطبيق أول ما تشوف الإعلان وتحمل التطبيق وبعد كده ترجع تدور على فيديو بيتكلم عن التطبيق عشان تقوله الحل ايه، يا ريت يا ريت يا ريت تقرا عنه او تشوف او تقرا حتى تعليقات الناس اللي سبقتك قبل ما تاخد قرار انك تاخد قرض من التطبيق وتبيع كل صورك وملفاتك وجهات اتصالك مقابل قرض ب500 جنيه.